السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض صينيه رز معمر. هنعملها بطريقه حلوه قوي، بطريقه سهله وبسيطه، وكمان للناس اللي الرز المعمر مش بيظبط معاهم وبيعجن وما بيحبوش يعملوه علشان بيبوظ معاهم. انا النهارده بقى جايالك كده على طريقه سهله جدا، من اول مره هيظبط معاكي جدا جدا، وهيديكي نتيجه هايله، وبجد هتستسهليه ومش هتبطلي تعملي رز معمر. خليك كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. اول حاجه هنقول بسم الله، ومعانا كده الصينيه اللي هنعمل فيها الرز. وبجيب كوبايه كده وبعاير الاول 5 كوبايات من الرز. انا طبعا هنا عملت 5 كوبايات، طبعا انتي براحتك، ممكن تعملي 3، ممكن تعملي 2، ممكن تعملي اكتر اقل، براحتك خالص. اهم حاجة ان انتي بتعايري خمس يعني 5 كوبايات او ايا كان كمية الكوبايات اللي انتي حابة تعملي بيها. بتعايريها في الاول، وبتغسلي الرز كويس جدا زي ما انت شايفة كده. انا هنا غسلت الرز كويس وصفيته خالص من المية. وهبدأ بقى انزل عليه كده بمعلقة كبيرة من الملح، وهبدأ اغلف الرز كده بعد ما غسلته وصفيته. هبدأ كده اغلفه بالملح زي ما انت شايفة كده، وهقلبه كويس جدا. وبعد كده معايا طبعا انا هنا بحوش وش اللبن يا جماعة. طبعا كلنا لما بنجيب لبن بنشيل الوش بتاعه وبنحوشه كده وبنحطه في الفريزر عشان نستخدمه لرز معمر او اي حاجة بنحب نعملها. انا هنا طبعا دي كانت كمية وش اللبن اللي انا كنت حطاها في الفريزر، طلعتها وحطيتها كده على الرز وبدأت ادعك الرز بيها. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي الرز، عايزة اقولك، يبقى متشبع كده من وش اللبن او القشطة. لو انتي مش عندك وش لبن وعندك قشطة مفيش مشكلة خالص. ما عندكيش ولا قشطة ولا وش لبن مفيش مشكلة برضو خالص. هنحط الملح وهننزل بكمية اللبن زي ما انتي هتشوفي دلوقتي في الفيديو. بس لو عندك وش لبن طبعا بيبقى يعني دسمته بتبقى اعلى، وطبعا طعمه بيبقى احلى بكتير جدا. اهو احنا هنا كده بنغلف كده الرزاية بالقشطة او وش اللبن اللي احنا حطيناه. نصلي على النبي كده يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. معانا هنا بقى نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الرز هعاير بيها اللبن. اهو زي ما انت شايفة كده، انا حطيت 5 كوبايات من الرز، هحط 5 كوبايات من اللبن. اهو زي ما انت شايفة كده، وهحط بمعدل نص كوباية من المية. دي اساسي يا جماعة عشان الرز يبقى مفرفر معايا، ما يبقاش مكتوم. الخطوة دي برضو مهمة جدا، ركزوا في الخطوات دي عشان الرز بجد يطلع معاكي مظبوط ويطلع بجد زي ما انت هتشوفيه كده في اخر الفيديو. بدأنا بقى كده نقلب كل الكمية كده، وانا طبعا ببقى مسخنة الفرن وهدخله في الفرن على طول. اهو زي ما انت شايفة كده، انا بس بستنى بس لحد ما الفرن يسخن معايا وبحط الصينية فيه على طول. طبعا خلاص كده الصينية كانت استوت معايا. انا طبعا كل ده ولسه ما حطيتش السمنة بتاعتي. بطلع كده الصينية من الفرن وببدأ ازغدها كده، اعمل لها فتحات كده زي ما انت شايفة بالمعلقة. وبكون مسيحة كده معلقتين 3 كبار من السمنة. اي نوع سمنة انت حابة تحطيه مفيش مشكلة خالص. وبتبدأي تحطي كده في صينية في على الصينية كده، على وش الصينية كده زي ما انت شايفة اهو. وبنبدأ نرجعها الفرن تاني. آه، تتلدن كده، وبنغطي بقى الصينية قبل ما بندخلها الفرن، وبنسيبها بمعدل من 5 ل10 دقايق، وبعد كده بنطلعها على طول. اهو خلاص كده طلعناها بقى، واحنا كده بقى خلاص كده عايزين نحطه بقى في الاطباق عشان نقدمه. عايزه اقولك قد ايه خفيف جدا ومفرفر جدا. اهو زي ما انت شايفه، مش مكتوم ولا معجن ولا اي حاجه، بجد مظبوط. بصي ظابطه، مش قادره اوصفها لك، حلوه جدا جدا. اهو زي ما انت شايفه كده، حاجة يعني مفيش اسهل من كده، اسهل من الرز العادي كمان. جربي بس الطريقة دي والوصفة اللي انا وصفتها لك كده، وبنفس المقادير، و زي ما انا قلت لك كده، بكل يعني الطريقة كلها كده. ركزي في الطريقة كلها واعمليه زي ما انا وريتهولك في الفيديو كده، هيطلع معاكي مظبوط جدا جدا. الوصفة دي يا جماعة انا واخداها من الفلاحة ذات نفسها. يعني هم اصلا في الارياف بيعملوا الرز المعمر بالطريقة دي بالظبط. وعايزة اقولك انا بقالي سنين طويلة بعمله بنفس الطريقة وبيطلع مظبوط معايا جدا جدا، والله بجد.